بغيتي شي عصير اللي يجي منعش ولذيذ بزاف واقتصادي، ما عليك غير شوفي العصير اللي غنشارك معكم اليوم. لذيذ بزاف وساهل وغير بالماء، يعني ما تحتاجوش لا حليب، العصير ديال الليمون. فنتمنى تتابعوا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. الا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلا لايك ديالكم، التعليق ديالكم، تبارطاجيو الوصفه مع عائلتكم وحبابكم. بالنسبه للعصير ديالنا غادي نحتاجو فيه 2 حبات ديال الخيار اللي نقيتهم حيت ليهم القشره، وغادي نحتاج حبه واحده ديال الحامض حتى هي غادي نقيها. غنحيد ليها ديك القشره ونحاول نحيد حتى ديك القشره البيضاء هكا باش ما تخليش لينا المروره في العصير ديالنا. وغادي نقي داك الحامض، غنحاول نقطعو هكا قطع، وإلا لقيت فيها هكا شي عظيمات في الداخل نحاول نحيدهم. بالنسبه للحامض حاولوا ديروا هذا الحامض الصفر اللي كيجي هكا كبير، حيت داك الخضر راه كيجي هو مر بزاف هكا ما غاديش يجيكم في العصير. صافي هنايا من لقيته مزيان حيت فيه داك العظومه، غادي نحطهم هكا في الكاس ديال الخلاط، وغادي نقطع هنايا 2 حبات ديال الخيار. فهنا نتوما كتحكموا في الكميه، بغيتو ديروا حبه واحده اولا ديروا يعني ضعفوا هذه الكميه اللي درت انا. صافي هنايا ملي قطعت الخيار ديالي غادي ناخذ دابا وغادي نضيف عليه هنايا واحد الياغورت بالنكهه ديال البيستاش، كيعطيها واحد المذاق اللي رائع بزاف. فهنا انا درت واحد في الاول وغادي نضيف واحد اخر يعني في الاخر ملي نطحنو. وهنا بالنسبه للسكر غادي ندير هنايا كاس ديال السكر سنيده، حيت عندنا الحامض يعني حامض ضروري يعني نديرو هكا واحد الكميه ديال السكر باش يجيكم العصير ديالكم هكا زوين. وبالنسبه للماء غادي ندير كميه اللي قليله في الاول باش هكا يطحن ليا داك الخيار مزيان، ومن بعد يعني كتضيفوا الكميه ديال الماء على حساب الخطوريه ديال العصير كيفاش بغيتو، واش يجي خاطر بزاف اولا يجي هكا خفيف. صافي هنايا ملي طحنتو مزيان كتاكد بلي داك الخيار كامل مطحون. هنا ضفت باقي واحد ياغورت، هنايا كيما قلت لكم درت النكهه ديال البيستاش. وتقدروا تضيفوا هنايا واحد ساشي ديال الفاني الا بغيتو تنسموا به هكا العصير ديالكم. صافي وكتضيفوا كيما قلت لكم الماء على حساب كيفاش بغيتوا العصير ديالكم، واش يجي ثقيل بزاف ولا خفيف. وتكون هذا هو الشكل ديالو، كيجي ساهل والاهم انه منعش، ما تشبعوش منه. انا متاكده ان شاء الله ملي تجربوه غادي يعجبكم بزاف. ساهل التحضير والاهم انه كيجي لذيذ واقتصادي. نتمنى ان شاء الله ان الوصفه ديال اليوم تعجبكم. الا عجبتكم ما تنساوش تخليو لي واحد اللايك وشي تعليق، تبارطاجيو الوصفه مع عائلتكم واحبابكم. اخوات اللي كيزوروا القناه لاول مره نتمنى تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش كتوصلوا بكل جديد القناه. نقول لكم السلام عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله وصفه جديد، وفي امان الله.